اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة بقى معانا وصفة جميلة جدا قريبة لقلب كل الناس. معانا محشي حلو كده جميل، كرنب وورق عنب، ومعانا تشكيلة البتنجان بقى والفلفل، يعني تشكيلة المحشي كلها، ورق العنب واللحمة كده. عملناها بطريقة حلوة برضو المرة دي. ومعانا شوية محشي جمال من الاخر، كان بجد طعمهم خطير جدا. الفيديو ده متصور بقاله شوية وكان عندي على القناة، معلش طبعا انا بعتذر على تأخير الفيديوهات في التنزيل، لاني بجد كنت بمر بظروف صعبة شوية. الحمد لله. تنسوني بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واعذروني وسامحوني لو كنت بتأخر عليكم، بس جايلكم النهاردة بقى فيديو حلو قوي وجامد جدا، وان شاء الله يعجبكم واكون دايما عند حسن ظنكم. متنسونيش في التعليقات الحلوة الجميلة اللي بترفع من روحنا المعنوية وتخلينا نقدر نصور ونكمل وننزل فيديوهات على طول وأول بأول. وشكرا للكلام الجميل اللي بيتكتب لي والدعوات الحلوة اللي بتتكتب لي منكم. يلا بينا ندخل على الفيديو. النهارده بقى حبايبي معانا الأكلة بتاعتنا. معانا كده تشكيلة محاشي، بس تشكيلة محاشي جامدة. معانا بقى كرنب، جبنا كرنبايه صغيرة كده علشان في تشكيلة جامدة جدا من المحاشي. ومعانا الكوسة الجميلة دي، بصوا الكوسه حلوه حكايه. ومعانا بقى ورق عنب من اللي احنا مجففينه، من اللي احنا مخزنينه السنه دي. طبعا هنطلعه برده، طلعناه كده بقى عشان يبتدي يفك معانا. ومن غير ما يفك، احنا لما بنفك الاسترتش اللي عليه دوت، الاسترتش راب اللي عليه دوت، ونبتدي نحطه في الحله سخنه، بيستوي معانا على طول. ومعانا هنا بقى بتنجان، بس انا قورته اهو عشان يبقى سهل. معانا بقى البتنجان اللي هو اسمه خد الجميل او المخدد زي ما بتسموه. ومعانا الخضره بتاعتنا والفلفل الجميل بتاعنا ده اهو. انا بحب الفلفل حجم صغير، مش بحب الكبير. انا مش بعرف يعني، انا مش سبحان الله، انا الحجم الصغير ده بيبقى طعمه ليه طعم تاني كده، حاجه جميله. والخضره معانا، ونقول بسم الله ونبتدي ندخل بقى على الاكله بتاعتنا النهارده. ويا رب دايما تكون وصفاتي بتعجبكم ويكون دايما عند حسن ظنكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لما وعد كوكي. يلا بينا ندخل على الفيديو. فيديو جامد جدا، لايكات كتير يا جماعه بعد اذنكم، فضلا وليس امرا. ويلا بينا ندخل على الوصفه بتاعتنا النهارده. معانا بقى هنا الخضره، بصوا هنبتدي بقى ننضفها كويس جدا علشان نغسلها. طبعا قبل الغسيل اهم حاجه الخضره ننضفها كويس جدا، نلاقي فيها بقى اي ورقه صفراء، اي حاجه كده فيها تكتلات طينه. طبعا انا عارفه ان ما شاء الله معانا ستات بيوت جميله بتتابعنا، ربنا يبارك فيكم يا رب. احنا طبعا بنتعلم كلنا من بعض، بس طبعا انا مش كلامي ليهم، انا كلامي للبنوتات الصغيرين اللي لسه متجوزين او اللي داخله تساعد ماما زي بناتي كده، ربنا يهديهم. آه لو هي عايزه تفاجئ ماما وعايزه تعمل لها كده حاجه كويسه تفرحها بيها، تدخل تجهز لها اكله حلوه. انا بس بوريها تنظيف الخضره ازاي كده. الخضره معانا زي الفل، ما فيش فيها اي ورق اصفر، تمام. طبعا هنكمل بقيه الخضره. مش عارفه هو الشبت ماله حجمه صغير قوي كش كده ليه. تمام، يعني هو الشبت ما شاء الله نضيف، فيه بسيط بس كده ترابه او طينه. طبعا انا اول حاجه بعملها الخضره كده بحب انقعها في ميه، علشان ميه وخل كده، بسيبها ميه وخل شويه كده علشان الخل يموت اي ميكروبات فيها. خلاص بقى هنضيف الخضره وارجع لكم على طول. هنا بقى حطينا ميه تغلي على النار علشان نسلق ورق العنب بتاعنا. زي ما قلت لكم انا بطلعه، ممكن لو نسيت اطلعه بطلعه قبليها بحاجات بسيطه، وبحاول افك الاسترتش راب من عليه كده. زي ما انتم شايفين هو كان مجمد لسه، بس كنت بحاول افك الاسترتش راب كده شويه شويه. طبعا ولو نزلته في الميه بالاسترتش راب مفيش اي مشكله، الميه السخنه مش غلط عليه ولا حاجه، ولا على ورق العنب ولا على الاسترتش راب، هيطلع زي ما هو، ما تقلقوش. تمام، بس طبعا احنا عايزين نفككه علشان خاطر نفكك ورق العنب نفسه. بصوا زي ما احنا حاطينه مفيش ورقه معانا بتتكسر. بصوا انا بفتحه وهو مجمد في قلب الاسترتش راب، بصوا الحروف بتاعته سليمه اهي معاكم زي ما انتم شايفين. وهنسلقه مع بعض كده وبيطلع معانا زي الفل واخضر وجميل زي الفل زي ما احنا بنشيله. طريقه حفظ ورق العنب جميله قوي، خشوا شوفوها على القناه عندي هتعجبكم. انا بسلقه في ميه بس، لان بصراحه هو مش ورق عنب بناتي حلو، مش بيبقى محتاج ولا ليمون ولا الزيت بينشف ورق العنب. لما بنحط زيت في ميه السليق وتيجي تطلعي ورق العنب عشان تقعدي تحشيه، لو اتاخرتي عليه شويه ما حشيتيهوش على طول كده، فالزيت بينشف ورق العنب، بيخلي ورقه العنب تنشف معاكي في اللف وتتكسر معاكي وانتي بتلفيها. فبصراحه انا بسلقه كده. لو انا حابه احط له طرنشات ليمون يبقى ممكن احطها له وانا بسويه، لكن مش بحطها في السليق. تمام، زي ما انتم شايفين كده قلبه استوى برضو.
طبعا انا سلقتهم، كنت مطلعه كذا واحده سلقتهم. والتسبيكه طبعا انا عملتها معاكم قبل كده في فيديوهات محاشي كتير على القناه، فطبعا هتلاقوها اكيد يعني في اي فيديو. انا محبتش اطول عليكم الفيديو، بس عشان هو الفيديو النهارده هيبقى طويل شويه، معلش استحملوني واعذروني، بس علشان خاطر فيها خلطات محاشي كتير. تمام، هي خلطة واحدة للمحشي كله. انا بعمل خلطة واحدة، وني في ني طبعا البصل، وعليها الطماطم بتاعتها، وبننزل بالتوابل بتاعتها، وعليها الزيت او السمنة او اي مادة دهنية انتي بتحبيها. انا بحب احط حتة ليا كده حلوة تدي طعم حلو للمحشي، وبحط لها زيت، ليا وزيت. السمنة دي لو انا حابة احط سمنة بحط بقى ايه فوق وش المحشي كده، بقطع قطع ايه زبدة كده، زبدة بقى صافي كده، زبدة بلدي، بتدي طعم حلو قوي، بتدي تيست حلو قوي للمحشي. هنا كده شوحنا بقى الرز معانا، وحطينا له الخضرة بتاعتنا وقلبناه، وورق العنب هنبتدي نحشيه. طبعا معانا ورقة العنب ورقة كبيرة شوية، فانا بحشي منها. ممكن ورقة العنب تحشي 3 صوابع، 4 صوابع، 5 صوابع، على حسب حجمها. ورقة العنب البناتي، ورقة العنب البناتي الجميلة النظيفة، الحاجة الحلوة كده، ممكن تقطعيها على كذا صباع، لان طبعا انا بحب الصوابع صغيره، مش بحبها كبيره قوي. طبعا احنا بنعملها صغيره ولسه بتزيد شويه طبعا في السوا معانا، فبحشيها زي ما بوريها لكم كده. طبعا احنا بنوري البنات الصغننين، العرايس الجداد، الناس الحلوه اللي بتساعد ماما زي بناتي كده، ربنا يهديهم لي يا رب ويخليهم. بنتني من الحرفين ونتني من قدام، ونلف الصباع لفه كويسه، وتتكي وانتي بتلفي. يلا نشوف حاجه تانية. هنا بقى معانا الكرنبايه بتاعتنا، قطعناها كده وقورنا القلب بتاعها وعايزين نسلقها. ده كرنب بلدي. انا طبعا معترفه ان الفيديو دوت متصور بقاله شويه، وكان عندي على التليفون، وبصراحه كنت في ظروف ما كنتش قادره يعني بصراحه اسجل الصوت ولا اعمل مونتاج خالص للفيديو، فاعذروني. فطبعا هو الفيديو نزل لكم متاخر، بس طبعا اكيد هيستفادوا. في كرنب برضو موجود دلوقتي، بس اللي هو الكرنب السبعيني برضو بيبقى حلو، يعني بيبقى مسكر، بس حاولي على قد ما تقدري، هو بيبقى ورقته تخينه شويه، حاولي على قد ما تقدري تاخدي من لما تجيبي الكرنب تنقي الورقه الخفيفه. هنا بقى هنسلق الكرنب، حطينا ميه سخنه بتغلي طبعا، وحطينا الكرنب الاول على الحته اللي هي فيها العروق الكتير ديت، وبعد كده بقلبها وابتدي اطلع واحده واحده. هنا كده سلقنا الكرنبايه، وهنبتدي نقطعها بقى، هنسلك العروق منها ونبتدي نقطعها بطريقة برضو سهلة للبنات الصغيرة اللي بتستصعب تقطيع ورق الكرنب. بجد من الحاجات السهلة جدا، يعني انا اسلق ورق كرنب واقطعه، وما اقطفش ورق عنب. تقطيف ورق العنب رخم شوية لكن ورق الكرنب بجد والله سلقه وتقطيعه سهل جدا، احسن كتير. والطريقه دي سهله حلوه قوي. وهتلفي الصباع كده، بصوا زي ما انتم شايفين انا بتنيهم على بعض كده، بتني الورقه على بعضها واشيل منها العرق، وابرم الورق كده زي ما انتم شايفين، اظبطها وابرمها حلو. ابرمها بقى على الرخامه، ابرمها على صينيه. طبعا الطريقه دي سهله حلوه قوي للبنات زي ما احنا قلنا، للبنات الصغيرين. انا ساعات طبعا بعمل كده لو انا واقفه على الرخامه كده، بقطع وبستسهل كده، وساعات بعملها على ايدي برضو مفيش مشكله، يعني ده بينفع وده بينفع. فاهميني؟ اهم حاجه بس تفردي الورق كويس وتظبطي الورق وانتي بتلفيه، تلفيه حلو علشان خاطر ما تطلعش معاكي حته كبيره وحته صغيره. طبعا بتقطعي حجم الصباع زي ما انتي حابه بتحشيه ازاي، يعني المقاس اللي انتي حباه. بصوا كده ده يعني وسط، مش كبير قوي ومش صغير قوي، مع انه برضو طلع مني كبير شويه، بس كان حلو وما كانش صغير. معانا بقى هنا حته لحمه استيك، دي هنديها صدمه. هي كانت دسمه شويه بصراحه، مش انا اللي جايباها، يعني زوجي اللي كان جايبها لي من عند الجزار، فاديها له دسمه شويتين 3 يعني. فهو الحرف بتاعها بيبقى داير ما يدور، ده كده كده دوت بنديله صدمه، وبينزل الصوص بتاعه كده كده معانا في ورق العنب، فبيدي طعم حلو قوي. فاحنا كده كده هنديها صدمه على على الجريل، وهنعملها وهنحطها تحت في ايه، في طاجن ورق العنب. نحط هنا حته زبده محترمه بس كده، ونسيحها كويس. ما تركزوش في الرجل اللي جنبي دي رجل ابني، كان داخل يعمل قهوه بيرخم عليا وانا واقفه بصور، فهو كان داخل يعمل قهوه، فمفيش مشكله عايز يعني. اول ما قلت له رجلك جايه في التصوير راح طالع بره المطبخ. ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب كلكم كده ويفرحكم بيهم.
هنسيح بس السمنة عشان احنا عايزين الجريل يسخن معانا حلو، علشان نحط اللحمة نديها صدمة معانا حلو، تاخد صدمة حلوة كده علشان خاطر تنجزنا في العمايل. هنا كده هنبتدي ننزل باللحمة. هي طبعا كانت القطعة بصراحة كانت كبيرة قوي، فانا اضطريت اقطع كل قطعة نصين لان هو كان عاملها لي كبيرة جدا، فاهماني؟ فعلشان اعرف برضو احطها واعرف اتعامل معاه، فقطعت القطعة الكبيرة دي كل قطعة نصين. يعني الاتنين اللي هناك يمين دول، اللي هناك الناحية التانية دول كده كانوا حتة. هننزل عليهم بفلفل اسمر، هنتبلهم بفلفل اسمر كده وملح بسيط زي ما انتم شايفين كده. التتبيله بتاعتهم طبعا انا المفروض كنت اتبلهم في الطبق واسيبهم شويه، بس انا نسيت ونزلت بيهم على طول على الجريل، فهنديهم من الفلفل الاسمر وسنه الملح بتاعتهم هما كده على النار. هياخدوا الصدمه بتاعتهم والتشويحه بتاعتهم الجامده جدا. طبعا حته اللحمه احنا بنختارها حته تكون، طبعا الاوستيك هو كده كده بيقطعها ترانشات رقيقة علشان خاطر تستوي معاكي بسرعة وما تاخدش معاكي وقت في السوا. هنا كده اديتها تشويحة جامدة بصراحة. وبعد كده على بال ما كنت بحشي ورق العنب، انا حشيت ورق العنب واديتها طبعا، وطلعت الجزء دوت وحطيت بقية اللحمة، اديتها بقية التشويحة. وبعد كده هنزل بيهم بقى تحت ورق العنب في الطاجن بتاعنا. هنسوي النهاردة ورق العنب في طاجن بجد احلى ورق عنب تاكلوه في الطاجن. بس ما تغلطوش غلطتي وتزودوا الشوربه، يعني خلوا كميه الشوربه في ورق العنب في الطاجن الفخار بالذات نص الكميه، يعني نص الطاجن. شوفي انتي بتسقي قد ايه في الورق ونص الطاجن كده. هنبتدي نرص بقى ورق العنب فوق اللحمه بتاعتنا. طبعا هي مش دي كل كميه اللحمه، بس هي دي بقى اللي فرشت معايا في الطاجن، فبقيه اللحمه انا سويتها في الجريل زي ما هي. يعني بصوا الرصه دي كده اللي انا برصها دلوقتي دي كده احسن طريقه، عشان خاطر لما تقلبي الطاجن ينزل معاكي مظبوط، مفيش اي حاجه تقع منه في الجناب. بجد والله احلى ورق عنب تاكلوه عن تجربه وبثقه، بكلمكم بثقه. احلى ورق عنب تاكلوه في الطاجن، سووه كده في الطاجن ودقوه، هتلاقوه طعمه حاجه تانية خالص، هتلاقوه مختلف كتير جدا جدا مستوي. وبجد الطاجن بيدي الاكل عامه في الفخار بيدي طعم حلو قوي للاكل. بقيه المحاشي بقى هنحشيها بس مش مع بعضينا. هنا كده بقى كنت حشيت الفلفل والبتنجان والكوسه، البتنجان المخدد الجميل ده، وكنت حشيت هنا برضو حله الكرنب. ادي ورق العنب وادي الكرنب وادي المخدد. العزومه كانت جامده شويتين، فكنا عاملين كميه محشي بالالف هنا وشفا لكل اللي كان منها. كنا عاملين كميه محشي كبيره شويه. هنا اهي بصوا بقول لكم ما تغلطوش غلطتي، هنا ورق العنب كانت الشوربه زياده. طبعا انا ما كنتش اعرف ان هي زياده قوي غير لما سويت، لاني كنت بصراحه اول مره اسوي في الطاجن. طبعا انا لما لقيتها زياده نقصت منها، وادي كده شكله بعد السوا. طبعا كنت بندوق، طبعا لازم ندوق نشوف استوى ولا ما استواش. طبعا انا غطيت الطاجن بورق فويل ودخلته الفرن على الشبكه، حطيته تحت شويه وبعد كده طلعته على الشبكه استوى. وبرده خرج فيه اهو بصوا سنه شوربه برضو. انا حبيت احطه في طبق لان طبعا انا كنت حاسه ان هو فيه شوربه، هو كان فيه شوربه اكتر من كده، بس طبعا انا نقصت منها لاني لما كنت بسويه حسيت ان الشوربه فيه كتير قوي. بصوا كده بقى، واللحمه كانت استوت بجد. اللحمه اللي هو تحت ورق العنب دي كانت اطعم بكتير من اللي انا كملت سواها بره في الجريل، كان طعمها تحفه. طبعا وكان معانا في فراخ تانية كانت معمولة بس تقريبا ما كانتش في التصوير، كان في الناس بقى كانت جات وكده والتصوير كان في الاخر، فكنا مستعجلين وكنا بنغرب بسرعة. هنا المحشي راح فين تاني؟ هنا اهو بنغرفه. بصوا بقى محشي الكرنب بقى، الكرنب البلدي الجميل بقى بألف هنا وشايفة الكل اللي كان منه. كانوا عاملين اقبال على المحشي، كانوا عاملين لي اضراب، يعني لو عملت حاجه غير المحشي كانوا هيزعلوا مني، فعشان كده حبيت اعمل لهم اللي هم نفسهم فيه. وادي المحشي كان معانا بتنجان اسمر وبتنجان اللي هو المخدد، كان بصراحه طعمه جميل وكان سواه حلو جدا جدا، وعجب كل اللي كال منه، عجبه وكان طعمه مظبوط
زي ما بيقولوا، والحطق بتاعه وكل حاجة كانت جميلة. يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم، ويا رب دايما دايما اكون عند حسن ظنكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. منتظرة تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني دايما. ويا رب كده دايما اشوفكم على خير في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. وقولوا لي عايزين تشوفوا مني ايه قريب، او اعمل لكم وصفة ايه قريب وانا انزلها لكم واعملها لكم. بصوا بقى ورق العنب، بصوا شفتوا حجمه وانا بحشيه كان عامل ازاي. بصوا حجمه بعد السوا كبر ازاي. ودي كانت وصفتنا النهارده. لا المحشي جوعني بجد. هو مش قدامي او هو مش موجود النهارده، بس لا كده اتشجعت ان انا اعمل محشي تاني. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.